وجو ناس هدى شعراوي وغير بدوا يخرجوا المرأة من قضية المحافظة ودائرة وسياج القيم إلى دائرة إعطاء المرأة اعتزاز وجرأة. شوف، جرأة. أغلى ما تملك امرأة في الدنيا الحياء والأدب. كان بقت تضحك في الشوارع بصوت عالي وطرحتها تنزل وتضرب كف، يضحكوا الاثنين يقولوا نكتة، يقوموا يضربوا يدين بعض كده في الشارع وهم ماشيين. ده معناها القيم انتهت نهاية شديدة. وبعدين شوف الرسول قال اليد تزني وزناها البطش. أنا كنت مستغرب البطش ده يكون كيف؟ لما لقيتهم بالطاقة شو كده باليدين اتأكدت من الحديث طوالي بعد ذلك. الحديث في الصحيحين واليد تزني وزناها البطش. وشوف يعني المفهوم بتاع تجرئة المرأة، إعطاء المرأة جرأة، ده خطر جدا بالمناسبة، خطر خالص. حتلقى ماشية في الشارع ده ولا شغالة بالناس ولابس الضيق والكعب عالي كويس وشوف شو المفهوم بتاع التجرئة ده والجرأة. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. يا أخي الأدب ده ما أجمل ما يزين المرأة. جمال المرأة في أدب ده، في الحشمة. الرسول قال لي مرة ماشية في نص الشارع. منو يا أخواننا؟ الرسول. معناه كلامه تاني ما بيتعقب. الرسول قال لي مرة ماشية في نص الشارع ومعه الصحابي. قام الصحابي يتكلم معه، قال الرسول قال له قل لها عليكن بحافات الطريق. اضطهاد لحقوق المرأة مش كده؟ لكن قالوا الرسول نمش منه وين احنا ده. المشكلة صاصون بياخذوا الحديث طوالي. الرسول قالوا هاي، قالوا ان شاء الله الناس كلهم يطقوا يطرشقوا يفهموا ما يفهموا، احنا ما عندنا شغل. مش الرسول قال خلاص، قال دي المشكلة. الرسول قال عليكن بحافات الطريق. الكلام ده في الزمن ده يمشي معانا؟ عليكن بحافات الطريق. قالت ولما الرسول طوال عرفها. قال دعها فإنها جبارة. إن الحياء من الإيمان. الحياء ده ما بيشتروا في سوق ليبيا ولا بيتباع في ساعة قشرة ولا قاعدين يفرشوا في الواطة. دي مشكلة الحياء. الحياء ما بيشتروا. قال ده الحياء من ربنا خليها. جبارة. قالت كيف نمشي بحافة الطريق؟ محتجة. لكن تحتج على منه؟ على الرسول. الرسول عليه الصلاة والسلام ما عندها مفر. إذا مسلمة ما عندها مفر. قال عليكن بحافات الطريق. شوف الكلام ده داير يدي المرأة مسألة إنها تكون مرأة وتحس بأنوثتها وبحيائها، إنه يكون عندها حياء.